يا مساء الهنا. النهارده عملت فطار سهل كده ولذيذ وفي حلة واحدة، وكفاية بقى الوقفة في المطبخ بالساعات. عملنا كل الوصفات، فالنهارده هنعمل وصفة كده في منتهى الجمال، مش هتاخد منك ساعة واحدة بس قبل الفطار تكوني مجهزاها. تعالي شوفي الوصفة ان شاء الله هتعجبك، وسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تتابعيني على قناتي، وشوفي الحلاوة دي عملناها ازاي مع بعض. اول حاجه في حله على النار حطيت بصل زي ما انت شايفه كده، مقطعاه جوانح او تقطيعه كبيره. هديله تحميره كده. طبعا هنحط زيت او سمنه على حسب اللي انت تحبيه. وبعد كده هاخد كميه كده من البصل اللي احنا حمرناه، ناخد يعني اكتر من نص الكميه. وكل ما تكتري البصل كل الاكله ما هتبقى حلوه قوي. بعد كده الفراخ بتاعتنا مقطعاها مكعبات، ممكن تعمليها فراخ سليمه مفيش مشكله، بس انا حبيت اجيب صدور دجاج واقطعها مكعبات كده عشان تبقى الاكله سهله. البهارات بقى حطيت لومي مجفف، ورق لوري، حبهان، بهارات فراخ، وكاري، وكركم، ومكعبين من المرق. لو حابه تشيليهم شيليهم مفيش مشكله. وحطيت قرفه، ربع معلقه قرفه صغيره. عندك عيدان قرفه حطي عيدان قرفه مفيش مشكله، بس انا ما حبيتش يعني احط عيدان، حطيتها مطحونه او ناعمه. معايا جزرايه مبشوره وفلفل حامي او بارد على حسب ذوقك، وبطاطسايه واحده مقطعاها مكعبات كبيره كده، بتدي للاكله طعم حلو جدا. هقلب الكلام ده كله كده مع بعضه شوية. يعني انا هشوح الفراخ وبعد كده انزل عليها الخضار، وبرضه هديها ايه تقليبة كده. في الوقت ده بقى معايا حباية من الطماطم، ببقى فرماها كده في عصراها في الخلاط او خلطها في الخلاط، بس بكون شايلة القشرة بتاعتها. ومعايا معلقة كبيرة من معجون الطماطم او الصلصة. وادي الطماطمية هي زي ما قلت لكم ببقى مقشراها. ما تنسيش بقى لو اول مرة تشوفيني يا ريت تتابعيني وخدي لفة كده في القناة، ان شاء الله فيها فيديوهات كتير هتعجبك. انا بقى بحب الاكل السهل السريع ده اللي ما بياخدش وقت كتير وطعمه كان جميل جدا. في الوقت ده بقى عندي ميه مغليه. هغطي الفراخ بتاعتي، او هشوف انا عامله كام كوبايه رز وعاير. انا هعمل رز بسمتي، انا بحط للكوبايه لكوبايه الرز كوبايه ونص من الميه. لو الرزايه حبه طويله، لو الرزايه حبه قصيره بحط كوبايه كوبايه زي الرز المصري بتاعنا. هنا بحيق طبعا، بحط الملح على حسب رغبتي وعلى حسب انا عامله كميه قد ايه. انا هنا ما بقولكوش كميات عشان كل واحد هيعمل الكميه اللي هتناسبه. هقلب الكلام ده كله مع بعضه عشان اتاكد ان الملح داب، وكمان مكعبين المرق اللي حطيتهم اتاكد انهم دابوا. اول ما تغلي على طول هكون غاسله بقى الرز كويس جدا، اغسله اكتر من مره. وبعد كده هنزل الرز على الفراخ والخضار اللي احنا عملناه. مش هقلبه عشان الرز يفضل كده على الوش. هديه تقليبة خفيفة بس كده، وبعد كده هغطيه لحد ما يتشرب ميته. يعني ايه يبقى دخل على السوا شوية. هوريكم المرحلة اللي احنا نغطيه تاني فيها. بص حبايبي كده خلاص اتشرب. هجيب بقى البصل اللي احنا شلناه في الاول لو فاكرين، هنحطه على وش الرز بتاعنا او على وش الاكلة بتاعتنا كده. وطبعا حابة تحطي اي مكسرات حطيها، بس انا بحط زبيب بس. واي نوع زبيب عندك يمشي مفيش اي مشكلة خالص. والكمية برضو على حسب رغبتك. وبعد كده هحط شوية من الخضرة الخضرة المفرومة أسفة، بقدونس كزبرة الموجودة عندك. هنا بقى غطيت الحلة بتاعتي بورقة فويل عشان الغطا بتاعي بيطلع البخار شوية، وأنا عايزة أكتمها، يعني مش عايزة بخار خالص يطلع. هغطيها واسيبها ربع ساعة بقى، وعلى حسب الرز بتاعي ما يستوي. وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا. كده خلاص الأكلة بتاعتي استوت. هشيل طبعا الزبيب والبصل ده، هركنه في طبق على جنب عشان هزوق بيه الصينية بتاعتي أو الأكلة بتاعتي من على الوش. واغرفيها بقى وقدميها بالطريقة اللي تريحك. وعملت جنبها سلطة دقوس، وعملت سلطة خضر سلطة زبادي، وممكن تعملي سلطة خضراء أو بتنجان اللي انت تحبيه. وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجة وتطلع من ايديكم زي العسل.